هلو 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 هلو. ازيكم يا ولاد، عاملين ايه النهارده؟ رايحه المستشفى مع ماما. مستشفى مغربي للعيون. وبما اننا وافد رايحين جايين على المستشفى يعني بقالنا شهر ونص كده رايحين جايين. كل شويه نعرض ماما على دكتور شكل، تخصص شكل، بما ان مغربي فيها كل التخصصات بالصلاه على النبي. إيه، شبكية، اشي قرنية، اشي عدسات، اشي مية بيضة، اشي اطفال، اشي حول. يعني كل اللي بص انت داخل تنقي جوه. المهم يعني طبعا دي حاجة كويسة ان كل التخصصات موجودة، لان انت لو رحت لدكتور واحد بس في العيادة بره، الدكتور ده يعني بيبقى تخصص واحد، انت ما تعرفش تخصصه ايه. لكن المغربي الحقيقة كل دكتور بياخد رأي الدكتور التاني. يعني الدكتور العام وجهها للشبكية. الشبكية قال لا لازم ناخد رأيه ايه. القرنية قال لا لازم ناخد رأي العدسات ايه، لان هي بتبقى كلها حاجات مبنية على بعض. يعني الشبكية مأثرة على القرنية، والعدسة مأثرة على القرنية، فالقرنية لازم تاخد رأي الدكاترة اللي حواليها. وانس ان في علاج او في حل مع العدسات ومع الشبكيه، في الحاله دي بتبقى اسهل بكتير من ان هو يتدخل في ايه، في القرنيه. وعمليات القرنيه بتبقى عمليات كبيره وصعبه. يعني ربنا يسهل ان شاء الله. آه، ربنا مكتب عليكم الدكاتره، وربنا مكتب عليكم ضغط المرض، وربنا مكتب على حد ان هو يفضل رايح جاي كده، وما يكتبش على حد ان هو يشوف ابوه او امه تعبانين، لان دي بتبقى حاجه صعبه.
دلوقتي كده انا في مغربي، في الكشف. دخلنا اهو العيادات ومنتظرين. احنا في الانتظار يا ولاد. ادعوا لامي ان الدكتور يعني يكتب لها علاج كويس او يشوف لها عمليه تريحها يا رب بخير باذن الله. ادعوا لنا. تعملي ايه هنا؟ ليه الدكتور؟ هعمل ايه يعني؟ الدكتور تعرفي منين؟ اعرفه منين؟ احنا دلوقتي احنا ضحكنا عليكي وجبناكي هنا لوحدك. احنا اللي عملنا فيكي كده. دكتورة سماح. انا الدكتوره سماح. دكتورة سماح اللي جابتني. احنا اللي جبناكي هنا. وجعاني وبعدين فكرت كده لوحدها ما اعرفش اعمل ايه. معلش الدكتور يكتب لك علاج. ما اعرفش اعمل ايه لوحدها يا بنتي. هو هيعالج، متزعليش. ما بيعملوا عمليات بيركبوش العسل كويسة، ركبها لي غلط دكتور اللي عمل لي العملية. كتير هنا بيعكسوكي. عرفتوني انا؟ ايوه بيعكسوكي كتير. ليه؟ ما ينفعش كده. يعني انت قاعده في المستشفى الناس كلها عماله تعكسك، نعمل ايه؟ قول لهم باي باي. قول لهم باي باي. يقولوا الحلاوه دي كلها جايه المستشفى ليه؟ انت جايه المستشفى ليه وانت اموره كده؟ يا سلام. احسن من الحلاوه دي. شوف الجمال ده. جمال ايه بس؟ دكتوره سماح. صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. انت جايه هنا ليه؟ عشان اتعالج من عينيا. ان شاء الله هتتعالجي. ان شاء الله. ادعوا لها تتعالج باذن الله، كله باذن. وهنا الدكتور بقى بيكشف على ماما، هو استشاري ورئيس قسم الشبكية، لان ماما اتحولت من كذا دكتور، من 7 دكاترة قبليهم وده كان السابع تقريبا. وبعد ما شاف عينيها برضو حولها لدكتور القرنية تاني، استشاري قرنية تاني ورئيس قسم القرنية تاني. فاحنا دخنا الصراحة ورحنا لأكتر من 7 دكاترة ومش عارفين نعمل ايه بعد كل ده. بعد ما خلصنا المفروض كانت تتعرض على دكتور تاني، بس هي تعبت صراحة وقالت لي خلاص بقى. فاضطرينا ان احنا نروح واكتفينا باللي احنا فيه.